أنا دياكون صموئيل زكي، بورسعيد، خادم بورسعيد. أولا تاريخها مش مقترن بالديانة المسيحية إطلاقا. عن شجرة الميلاد أساسها إيه؟ كان التاريخ بيحكي بيقول إن سنة 727 ميلادية في غابات ألمانيا كان في بعض القبائل الوثنية بيعبدوا حاجة اسمها الثور، إله الثور. إله الثور ده كان بيعملوا له إيه؟ بيقدموا له قرابين. القربان ده عبارة عن إيه؟ بيجيبوا مظاهر الاحتفال ده، بيجيبوا شجرة بيزينوها. إحنا خدناها عنهم دلوقتي كعادة اجتماعية، وبنزين أشجار برضه في بيوتنا وحاجة زي كده. بيجيبوا الشجرة بيزينوها في الغابات، بيزينوا الشجرة في الغابة، وبعدين بيجيبوا طفل بيقدموه قرابين لإله الثور ده. ففي بعض القديسين اللي كانوا موجودين في هذا الزمان ابتدى يعرف هذه المعلومة، وراح لهم لغاية عندهم في الغابة، وابتدى يكلمهم عن الإيمان بالسيد المسيح. لما ابتدى يكلمهم عن الإيمان بعبادة الله، فأقنعهم، وهو بيقنعهم طبعا هو هجم على الشجرة اللي هم عاملينها، وابتدى حطمها وكسرها خالص، وقعت في الأرض كسرت. نما جنب منها وهو شاف المنظر ده بعينه ان في شجره حاليا، يعني احنا بنسميها حاليا، نمت جنب منها او ابتدت تطلع جنب منها. الشجره دي اللي هي شجره الكريسماس، اللي احنا بنعتبرها شجره. الحقيقه الاسم العلمي بتاعها انا مش متذكره بالظبط، لكن هي ليها اسم علمي انا مش متذكره. لما شاف الشجره دي ابتدى نقلا عن الحدث نفسه اللي كان موجود، ابتدى الاب القديس ده يعمل ايه؟ ينشر موضوع، يعني يتكلم عن موضوع الشجره، وقارن موضوع الشجره بميلاد السيد المسيح. ان السيد المسيح احنا عارفين تاريخيا ان السيد المسيح لما جه ارض مصر هنا حطم الاوثان، فالعباده الوثنيه كلها طبعا تلاشت بالتاريخ الاديان.